هلا ولو اليوم انا ببغداد يم سنتر ابو جود، جيت هنا انا اخوي حمزاوي مشتاق لك، شلونك؟ شخبارك؟ لك هاي حبيبي. صاير بشعرك. والله. تعال، ما لك علاقه، تعال هسه ارتب لك اياه. اصعد على الكرسي، اصعد، اقعد. على كيفك، ما لك علاقه، راح ارتبك فول وعلى حسب الاصول. انت شو تدري يا ابو جود؟ كل شي هنا موجود. تعال خلنا نغسل لك شعرك. يا معود هو هذا بشامبو. ما لك علاقه، ما جاي بشامبو، جاي اغسل بشعرك اني. يا معود يا مال مقالب. ما لك علاقه، تعال هسه خلنا اسوي لك شعرك واسكشن لك اياه على مود قصه عدله. اي والله رحم الله والديك لان متعبي لي اياه حيل ومسقطين. لا حبي تومر امر، هسه انا بديت اقص بالاطراف مالتي وراح ارتب لك اياه وهسه تشوف النتيجه بالاخير. عمي مو دويتو ضيم انا وابو جود. لك حمزه يمي كل شيء موجود. هسه انا بديت احدد لك بالزلوف وارتب لك اياه وراح ادخلك على غرفه التنظيف ولا اخليك تتزوج الثانيه. عمي يا ثانية يا ثالثة يا ربع عندي ام عباس تسوان كلين. والله بالعافيه على ام عباس، على هذا الحب اللي انت منطي لها. اقول لك ابو جود شنو هذا خليته الشعري؟ هذا معالج مال الشعر يسمونه معالج بارد. هذا المعالج يعالج لك التقصف الموجود بشعرك ويسوي بيه لمعه وحيويه تخبط.